قصاص نور وقصاص حكمة وصبر، أساميهم لنا خير وعطار. نبتدي بآدم خليفة ربنا، وفي محمد ننتهي خير البشر. قصص نور وقصص حكمة وصبر، أساميهم لنا خير وعطاء. نبتدي بآدم خليفة ربنا، وفي محمد ننتهي خير البشر. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامج قصص الأنبياء. قصص الأنبياء فيها العبر، فيها الحكم، فيها المواعظ. الله عز وجل لم يذكرها عبثا، بل كما ذكرنا مرارا أنها للموعظة، للإيمان، للعبرة. معنا في هذه الحلقة قصة نبي من الأنبياء اسمه يونس ابن متى، وسمي بذي النون. وما معنى النون؟ إنه الحوت، ولهذا أيضا سمي في القرآن صاحب الحوت. ما قصة هذا النبي؟ أرسله الله عز وجل إلى مدينة تسمى نينوى في محافظة تسمى الموصل. إلى اليوم هذه المدينة موجودة. كان فيها أكثر من 100,000 إنسان لا يؤمنون بالله عز وجل، كلهم مشركون. فأرسل الله عز وجل لهم هذا النبي الذي يسمى يونس ابن متى، يدعوهم إلى الله عز وجل، يدعوهم إلى التوحيد، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فهل استجاب أحد؟ ظل سنوات يدعوهم إلى الله جل وعلا، لم يستجب منهم أحد قط، لا رجل ولا امرأة، لا صغير ولا كبير، لا غني ولا فقير، كلهم كفروا بالله عز وجل واستهزأوا بيونس وسخروا منه. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول، ماذا كانوا يقولون له؟ إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. كلهم أجمعوا على السخرية بيونس عليه الصلاة والسلام وإيذاءه والاستهزاء به. لا ييأسن إنسان من قومه إذا سمع قصة يونس بن متى. دعاهم وصبر وتحمل الأذى، ما ترك بيتا، ما ترك طريقا، ما ترك فردا في هذه الأمة إلا ودعاها إلى الله عز وجل، ولكنهم أصروا على الكفر بالله وعاندوا واستكبروا. الله عز وجل أوحى إلى يونس ابن متى بعد أن دعاهم إلى الله عز وجل، وبعد أن صبر في دعوته إلى الله عز وجل، أوحى الله عز وجل إلى يونس أن قومك لن يعيشوا بغير عذاب بعد 3 أيام إذا لم يؤمنوا بالله عز وجل. مهلة لقومك فقط ل3 أيام، فإما أن يؤمنوا بالله عز وجل وإما أن يحل بهم العذاب. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فجاء يونس إلى قومه وذكرهم بالله، قال يا قوم أمهلكم الرب فقط 3 أيام، فإما أن تؤمنوا بالله وإما أن يحل بكم ما حل بالأقوام قبلكم، إما أن تؤمنوا بالله أو ينزل عليكم عذاب يهلككم جميعا. ومع هذا أصروا واستكبروا وعاندوا وقالوا اصنع ما صنعت يا يونس فإننا لن نؤمن بك ولن نصدقك. في هذه اللحظات كأن يونس عليه السلام غضب على قومه وأيس من هدايتهم، فخرج مغضبا عليهم أسفا
على ما سيحل عليهم من عذاب. فلما خرج يونس عليه السلام من قومه مغضبا وترك نينوى ومن فيها لم يؤمنوا بالله عز وجل، شعر قومه بالندم، كأن العذاب سيحل بهم، وكأن وعد الله حق، وكأنهم بعد 3 أيام سيهلكون، فأحسوا بالندم وشعروا بالتوبة، فجأروا إلى الله عز وجل، فصلوا الحيوانات عن أولادها، فثغت ورغت وعلى صياحها، خرج الناس من بيوتهم يجأرون إلى الله عز وجل. في نينوى الكل يبكي، الكل يستغيث بربه، الكل يجأر إلى الله عز وجل حتى لا ينزل العذاب. أمن يكشف الضر ويكشف العذاب إذا نزل، إنه الله عز وجل. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ليس لهم إلا الله، ويكشف السوء إنه الله. لم يشعر موسى بهذا، خرج من قومه وهو غضبان عليهم، لكنهم كلهم عن بكرة أبيهم آمنوا بالله عز وجل وأحسوا بالندم وتابوا إلى الله، وكشف الله عنهم العذاب. لم تؤمن قرية كما آمن قوم يونس في نينوى، في محافظة الموصل آمنت القرية كلها. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. رفع البلاء ولم ينزل العذاب، ومتعهم الله عز وجل، وقبل الله توبتهم. التوبة لا بد فيها من الندم. القرية بكت، الناس صاحوا، توسلوا إلى الله، استغاثوا به، آمنوا بالله عز وجل خوفا من العذاب، فنجاهم الله عز وجل، ونجا قوم يونس وآمنوا كلهم بالله عز وجل. قصص نور قصص، قصص نور قصص، حكمة وصبر. خرج يونس عليه السلام من قومه غاضبا عليهم، أسفا عليهم، كيف لم يؤمنوا به وقد دعاهم وذكرهم بالله عز وجل. خرج من نينوى متوجها إلى البحر ليغادر قومه بعد أن أمهلهم 3 أيام لينزل عليهم العذاب. لم يؤمن به أحد منهم، توجه إلى البحر ليهاجر في الله عز وجل وفي سبيل الله، ليبلغ دين الله عز وجل في الأرض. استعجل يونس على قومه، ذهب إلى البحر فركب سفينة. هذه السفينة امتلأت بالناس وامتلأت بالبضائع. ركب معهم يونس عليه السلام ليجوبوا البحر. دخل البحر معهم فحل الظلام. لما نزل الظلام بدأت الأمواج تتلاطم، بدأت الريح تشتد، الأمواج، السفينة تهتز، بدأ الناس يبكون، بدأ الناس يصيحون: ما الذي يحدث؟ ما الذي يجري؟ إن السفينة ستغرق بأهلها. خاف الناس وفزع الناس، وفيهم نبي الله يونس عليه السلام. وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون. ركب سفينة مليئة بالناس، فاشتدت الأمواج وارتفعت، وزادت الريح، واهتزت السفينة بأهلها. بدأوا يلقون البضائع شيئا فشيئا حتى لا تغرق السفينة، لكنها لا زالت ستغرق في الناس. قالوا: إذن لا بد أن نضحي ببعض الناس لينجو الآخرون. نضحي بمن؟ قالوا: لا بد أن نلقي واحدا تلو الآخر. نظر الناس في البحر وفي ظلام الليل والظلام حالك، فإذا بحيتان تجوب البحر. من يجرؤ أن يرمي نفسه إلا من أراد هلاكها. قالوا: لا بد أن ينزل أحدنا. لم يرضى أحد أن ينزل من السفينة أو يلقي نفسه. قالوا: إذن لا بد لنا من قرعة
قرعة فمن وقعت عليه يبدأ بالنزول، الأول فالثاني فالثالث فالرابع، هكذا حتى تنجو السفينة بأهلها. وكانت السفينة ملأى، فإذا بالقرعة واحدا تلو الآخر واحدا تلو الآخر، حتى وصل الأمر إلى يونس عليه السلام، فوقعت القرعة عليه. علم يونس أنه مقصود، بدأ بالاستعداد لإلقاء نفسه. قالوا له لا يا يونس، اصبر. رأوه رجلا صالحا، رجلا صاحب خلق سمح. قالوا لا، انتظر، نريد أن نعيد الكرة مرة أخرى. فإذا بالقرعة تقع مرة أخرى على من؟ على يونس. هذا صعب، بل يكاد يستحيل أصلا، لكنه وقع في تلك الأيام، في ذلك اليوم الذي كان يونس في سفينة ماج البحر ليس لشيء إلا لأن يونس ركب في السفينة الخطأ، في اللحظة الخطأ، وخرج من قومه في ساعة خاطئة. فإذا بيونس عليه السلام تقع القرعة عليه في المرة الثانية، فخلع القميص. قالوا لا، بل اصبر، نعيدها المرة الثالثة. وفعلا في المرة الثالثة تقع على من؟ على يونس نفسه. يا الله، إنك مقصود يا يونس، ليس المقصد السفينة بأهلها، لا والله، بل أنت المقصود يا يونس. نزع ملابسه ثم رمى نفسه في البحر في ظلمة الليل. وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين. رمى بنفسه يونس عليه السلام في البحر، فأوحى الله عز وجل في ذلك الظلام وفي تلك الأمواج أن تسكن هذه الريح وتهدأ الأمواج وتسلم السفينة بأهلها. أما يونس أوحى الله عز وجل لحوت في البحر كان ينتظر يونس أن اذهب إلى هذا النبي، أن اذهب إلى هذا الرسول، فالتقمه، ابتلعه، ولا تخدش له لحما ولا تكسر له عظما. فالتقمه الحوت، ابتلعه الحوت، فالتقمه الحوت وهو مليم. فإذا بيونس عليه السلام في بطن الحوت، في ظلمة الحوت وظلمة الليل وظلمة البحر، ظن أنه قد مات، فإذا به يتحرك داخل بطن الحوت. فلما علم أنه لا زال حيا سجد لله عز وجل في بطن الحوت وقال ربي سجدت لك في مكان لم يسجد لك أحد مثله، لم يسجد أحد من البشر في مثل هذا المكان، اتخذته لك مسجدا. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. ظن يونس عليه السلام ذنون ذا الحوت أن الله عز وجل لن يضيق عليه، لن يقدر عليه، أي لن يضيق عليه. فإذا به في ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة الحوت يسمع صوتا. ما هذا الصوت يا رب؟ ما هذا الصوت وأنا في قاع البحر؟ سمع صوتا غريبا، صوتا عجيبا. فقال الله عز وجل له: يا يونس، هذا هو تسبيح الأسماك في البحر. وإن من شيء، في الظلام يسمع تسبيح الأسماك لربها. وإن من شيء إلا يسبح بحمده، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. في تلك اللحظة قال يونس: لا إله إلا أنت. تذكر أعظم كلمة: لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. اعترف يونس بخطئه، بتقصيره، لأنه استعجل على قومه. ندم يونس وكان رجاعا إلى ربه جل وعلا، وكان كثير التسبيح. قال: لا إله إلا أنت، في ظلام الليل، في ظلمات ثلاث،
في ظلمة حوت وبحر وليل مظلم بهيم، فإذا به يقول تلك الكلمات، فتصعد الكلمات وتخترق السماء الدنيا، ثم الثانية، ثم الثالثة، إليه يصعد الكلم الطيب، حتى وصلت إلى الملائكة عند ربها، فسمعت الملائكة تلك الأصوات، صوت عبد يقول لا إله إلا أنت، فقالت الملائكة: يا رب، يا رب، صوت نألفه، الصوت نعرفه، لكن المكان لا نألفه، يخرج من مكان غريب. فقال الله عز وجل للملائكة: ألا تعرفون صوت من هذا؟ قالت الملائكة: لا يا رب، لا ندري. قال: إنه صوت عبدي يونس بن متى. قالوا: يا رب، ألن تنجيه؟ قال: بلى، سأنجيه. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا